بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أصدقائي الأعزاء، تحية لكم من القلب وحفظكم الله جميعا. ما ننساش ندعي لأهالينا في فلسطين، اللهم ينصرك العزيز المبين، اللهم آمين يا رب العالمين. هتكلم في موضوع ما كنتش عايز ولا حابب أتكلم فيه، بس بصراحة لقيت ناس كتير بتتكلم فيه ويجب أن نتحدث فيه ونتحاور فيه، لأنه بالنسبة لي أنا موضوع بعتبره شاذ عن الشكل الرياضي، الهتاف الرياضي، الاحترام الرياضي. طبعا في مباراة الزمالك وبيراميدز اللي بنشكر، أنا بعتذر أولا لجماهير نادي الزمالك والاعتذار من شيمة الرجال، إن أنا قلت يمكن الزمالك بقى ولاد العم ويفوتهم عشان يفضل بيراميدز الطموح الأسيوطي ضاغط ويبقى له لسه الأمل موجود. لكن بسم الله ما شاء الله الزمالك القطب الثاني شاء من شاء وابن. سيبك من التهريج اللي بيحصل، سيبك من أي تهريج اللي بيحصل. قطبين أهلي وزمالك، خلص الكلام، مات الكلام، تمام. قلنا بقى هيتفاوضوا ويتجاملوا ويتجملوا ويجتمعوا ويقولوا ويعيدوا بقى عشان ايه؟ نفوت بهدف كفايه او حاجه زي كده، ويفضل بيراميدز ضاغط ويفضل النادي الاهلي تحت الضغط. ما حصلش والحمد لله، وبعتذر لكل الاهلاويه، لكل الزمالك او الزملكاويه، لانني فعلا كان عندي احساس كبير ان الموضوع يكون رايح لبيراميدز. الحمد لله، نشكركم على حسن تعاونكم، نشكر الاستاذ حسين لبيب والمجموعه والمنظومه الزمالك كلها. الشكر واجب، الشكر واجب من اصحاب الاصول والواجب. لكن في حاجه مهمه بقى، يمكن بعض الزملكاويه يزعلوا مني، بس ما تزعلش، لان اللي هقوله حقيقه. وانا دايما بقول في كلامي باستمرار، أنا لا أعترف بالأسيوطي، أنا لا أعترف إلا بقطبين فقط في مصر بالنسبة لكرة القدم، الأهلي والزمالك. فما تزعلش مني، لكل زملكاوي محترم على راسه، واللي يزعل ما يعلقش، ياخد ديله في أسنانه وزيه عشان ما نخشش في حوارات. المهم في المباراة بقى والمعلم اللي تحت ده، اللي انا هحط صورته تحت، اللي انتوا شايفين صورته تحت، في جمهور الزمالك بينادي عليه ويقول له يا راجل يا شيبو، راجل يا شيبي، راجل يا شيبو او شيبي. حاجه يعني الجمله نفسها تخليك عقلك يلف، تستفزك. انت بتقول راجل لمين؟ طيب تعالى معايا، ما احنا ممكن نقول له راجل لاي لاعب في الدنيا، في مصر، في غير مصر، زمالك، اهلي، اسماعيلي، اي مكان، هنقول في الدوري المصري وبيلعب، انا وغيري وغيرك جماهير مصر كلها هتقول له راجل. بس اي رجوله، اي رجوله تتحدثون عنها يا جماهير الزمالك؟ انت بتقول له راجل على ايه؟ انت بتقول لي راجل مؤذي انك انت راجل؟ انت بتقول لي راجل كان هيبطل لعيب من بلدك، بلدياتك، في منتخب بلدك، انه راجل؟ طيب انا اقول لك على حاجه، طب ما انا ممكن نقول على اي لاعب راجل. طب هو الشيبه هنقول عليه راجل ليه؟ هل مثلا راح لنادي الزمالك وقام عاطيهم كده شيك على الترابيزه كده للباليبو، وقال له خد يا عم حسين سدد وروق نفسك وبغدد نفسك، وعملوا له احتفاليه وتكريم مثلا؟ قولوا عليه راجل وانا معاكم. هل هذا المدعي اللي بتقولوا عليه راجل الشيبي المؤذي
مثلا طلع بيان او دعم لاخواننا واهالينا في فلسطين؟ وطلع كده وقال وعاد وزاد؟ حصلش. كنا نقول عليه راجل. هتقول عليه راجل ليه؟ بأمارة ايه؟ ها؟ هل الشيبي أرجل من بدر بنون وساسي ومعظم اللعب، وعندك هنا رضا سليم والكارتي، كان أكتر من لعيب وأكتر من 7 لعيبة 8 لعيبة مغاربة موجودين حاليا وسابقا كانوا في الدوري المصري، ما حد سمع عنهم حاجة، ما حد سمع عنهم لفظ واحد، أو قلة أدب، أو مهاجمة للعيبة، أو أذية اللعيب، أو تنمر على أحد الجماهير، ما حد سمع منهم حاجة إلا هذا المؤذي اللي بتشبهوه بالراجل. وهو طالع في الصورة عندكم بيقول لك أنا عيل تافه، أنا قد كده. راجل إيه يا جماهير الزمالك اللي بتقول ده أنا قد كده؟ تحت أهو. عمل إيه؟ عمل إيه عشان تقولوا راجل؟ فادك في إيه؟ لو كان الشيبي بيلعب في ماتش الزمالك ما كانش هيسمح ان الاسيوطي يتغلب منك ابدا، اللي بتقول عليه راجل. طيب تعالى لي يا محترم جمهور الزمالك، تعالى. لو الموضوع ده كان حصل مع لاعب، كان لقاء بينكم وبين الاسيوطي والشيبي بيلعب، وحصل مثلا مع زيزو هذه الحركه، انه رايح على زيزو يبطلوا كوره، او عمر جابر او اوبام، اي حد من اللعيبه مؤثر او غير مؤثر، المهم لعيب عندك، وكان المعلم دخل عليه الراجل اللي بتقول عليه راجل عشان يأذيه وبطلوا كوره، كنت هتقول عليه ايه؟ برضه تاني لقاء تقول عليه راجل؟ انت في نظرك ان انت بتقول على كل مؤذي ومستفز ومتطاول، وشهدت عليه الحكام والمديرين الفنيين اللي لعب معاهم انه انسان مريض ومستفز ومحتاج يتعالج مرض نفسي. المغاربه نفسهم هم اللي قالوا عليه كده، انه انسان مش سوي. بتقول عليه راجل على ابن بلدك؟ بتسترجله على ابن بلدك؟ ليه؟ ليه؟ وبأي شكل وبأي منطق؟ وشكلك ايه؟ شكلك ايه؟ انا كجمهور اهلي وفي ماتش اشوف لاعب سواء مصري او محترف اجنبي وبيخش على لاعب من الزمالك بهذا الشكل، اطلع تاني يوم اهلله واقول له انت راجل عشان يأذي ابن بلدي؟ حتى لو كان هيأذي ابن بلده كارتي او حد او اي واحد او رضا سليم، لو كان الشيبي دخل في رضا سليم ابن بلده كنا هنقول لا، عندك تاخد على دماغك، تاخد على دماغك لما تتعلم الادب، مع احترامنا الشديد جدا للشعب المغربي. ده تصرف فردي، لا نحاول بقى حد من مصر يعليها ويصعدها بقى الدول ومصر والمغرب، لا، انسى الحاجات دي. ده تصرف فردي مستفز ومنفلت، ويتعاقب عليه بالقانون وباللوائح. تمام؟ انا عاتب على جمهور النادي الزمالك عتاب شديد جدا 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 جدا. اي رجوله؟ هو ده مقياس الرجوله عندك؟ ان اي لاعب مؤذي يأذي اي لاعب؟ هو ده مقياس الرجوله؟ ولا انت كاره وعندك غل دفين وحقد اسود مش هيطلع منك تجاه النادي الاهلي؟ هي دي الخلاصه. احنا بنحاول نمهد ونساوي الارضيه ونفرش الارض ورد بين القطبين، وانا شخصيا لا اعترف الا بالزمالك القطب الثاني. وانت الغل والحقد والكره والسواد اللي ملوش حدود جوه قلوبكم بالنسبه للنادي الاهلي. اي حاجه تحصل وتوقع النادي الاهلي انت بصفها. للاسف للاسف ما ينفعش ابدا. ما ينفعش جمهور كبير وعظيم كجمهور الزمالك يبقى في الموقف ده ويهتف الهتاف ده.
ما ينفعش.